الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. عاشت مدينة حلب بشكل عام والحيين الكرديين، حي الشيخ مقصود وحي الأشرفية، عاشوا ظروفا عصيبة الليلة الماضية، وما زالت هذه الظروف مستمرة. الحصار المضروب على الحيين والهجوم عليهما بالقذائف والراجمات الطائرات المسيرة خلق جوا مرعبا يشبه أجواء الهجوم الإرهابي البربري لنظام الجولاني على الساحل السوري وعلى مدينة السويداء، وكانت هنالك خشية من تكرار سيناريو الإرهاب الجولاني في مدينة حلب، وما زال هذا السيناريو قائم. يعني هذا السيناريو لا يبطله وجود مظلوم عبدي وإلهام أحمد في دمشق، وبدأ مفاوضات مباشرة مع أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني ونظامه. الموضوع لي ذراع وتهديد، تهديد قسد من خاصرتها الرخوة، باعتبار أنه لا يوجد هنالك حماية عسكرية أو قوة عسكرية كافية في الحيين الكرديين، بل هم قوى حفظ الأمن. يعني مش القوى العسكرية الفاعلة والضاربة انسحبت منها بموجب اتفاق 10 آذار. وبالتالي موضوع في أسه وأساسه لي ذراع وضغط على قسد للإسراع في الاندماج، للإسراع في تطبيق اتفاق 10 آذار بدون قيد، بدون شرط، بدون تعديل، والإذعان للضغط التركي والضغط الأمريكي. أنا شخصيا هذا رأيي الشخصي، يعني أنا أقول رأيي الشخصي بمعزل عن قسد، بمعزل عن النظام السوري. أنا ضد إدماج قسد في النظام السوري، ووقفت ضد اتفاق 10 آذار، واعتبرته يعني اتفاق إذعان واستسلام، وجاء تحت الضغط التركي والأمريكي وعبد الله أوجلان. لكن يا صديقي الكردي، يا صديقتي الكردية اللي بتطبلوا وتزمروا لنظام الجولاني بشكل مباشر أو غير مباشر، تعالوا أقول لكم أسبابي التي تجعلني أو تدفعني أرفض هذا الاندماج، حتى ولو وافق عليه مظلوم عبدي والإلهام أحمد ضمن ظروف وسياقات معينة. هذا لا يعني أن الأمر صحيح. أنا أقول رأيي بشكل مستقل، وأنتم بإمكانكم أن تفندوا هذه الآراء وهذه الأسباب بما لديكم، مش يعني تتفهوا الناس لأنه تنتقد الجولاني وعلى أنه أساس جعجع وما بعرف شو. طبعا أنا لن أذكر الأسماء، وراح يشوفوا هذا الفيديو وراح يعرفوا نفسهم واحد واحد ووحدة وحدة. يعني من الكرد اللي مواقفهم المزمنة مع قسد تدفعهم يعني للتطبيل والتزمير لنظام الجولاني، ليس حبا في نظام الجولاني إنما كرها في قسد. أنا أعي وأتفهم هيك ظروف يعني، لكن حبذا لو كان هذا التطبيل والتزمير يرتكز على أرضية صلبة وأخلاقية، قبل أن تكون يعني مسائل سياسية وأحقاد وضغائن وربما مصالح. لدي أسبابي التي تجعلني وتدفعني لرفض هذا الاندماج. السبب الأول:
لأن هذا النظام هو نظام أقلوي طائفي سني ديني متطرف يسيطر عليه الجهاديون التكفيريون الإرهابيون. ومن يشكك في هذا الكلام ينبغي أن يبرز سنده دليله على أن هذا الكلام غير صحيح. يعني هل تحتاجون إلى ذكر أسماء؟ أعتقد أن الموضوع لا يحتاج إلى ذلك. هذا النظام، وأعني نظام الجولاني، هو نظام ملطخ بدماء السوريين، ملطخ بدماء مكونات الشعب السوري، وارتكب جرائم حرب في منطقة الساحل، وارتكب جرائم حرب وجرائم ترقى لأن تكون يعني ضد الإنسانية في منطقة السويداء، وفجر الكنائس، وأيديهم ملطخة بدماء السوريين كردا وعربا، وبدماء اللبنانيين، وبدماء العراقيين، ويعني حصار الحيين الكرديين الأشرفية والشيخ مقصود في حلب، واستهداف هذين الحيين بالقذائف والرصاص الحي، هو أيضا يعني جريمة ترقى إلى أن تكون جرائم حرب، يعني حصار الأحياء المدنية واستهداف المدنيين. وهذه معلومة من أقاربي الموجودين في حلب ولا علاقة لهم بقسد، يعني ناس عاديين مواطنين عاديين أخبروني وأنا على اتصال معهم، أخبروني بتفاصيل الموضوع بمعزل عن نظام الجولاني وسلطة قسد. هذا أيضا سبب ومبرر كافي لكي أرفض دمج قسد في نظام الجولاني أو بنظام الجولاني. أنه هذا النظام سمم الإعلام ويضخ خطاب كراهية ديني ضد المسيحيين، قومي ضد الكرد، طائفي ضد العلويين والإسماعيليين والدروز والمرشدية وباقي مكونات الشعب السوري. أعتقد أنه هذا أيضا سبب كافي يجعلني أخلاقيا كشخص يشتغل في الشأن العام وصحفي وكاتب أن يرفض هذا النظام ويرفض دمج قسد بهذا النظام، لأن نظام الجولاني لا يحترم السيادة الوطنية ولا يحترم وحدة أراضي سوريا، وهو أدمن واستمرأ الطوبة للاحتلال التركي وللاحتلال الإسرائيلي وللأمريكي وقريبا للروسي والإيراني. نظام يعني ذليل خنوع، ويستأسد على مكونات الشعب السوري، يستأسد على المدنيين العزل في الساحل وفي السويداء وفي شرق الفرات وفي مدينة حلب. يستحق أن أرفضه، وهو لا يدفعني، لا يقنعني، لا يجعلني أن يعني أثق وأصدق بالأكاذيب التي يطرحها على الملأ. وهذا أيضا سبب ثالث يكفيني ويدفعني لكي أرفض دمج قسد بنظام الجولاني. ولأن هذا النظام يعني عماده الأساس اللصوص والقتلة والمأجورين، بواقي دجاج في عفرين، وبواقي وحرامية البط والوز في السويداء، وشرذمات من التكفيريين المتطرفين الإيغور والشيشان والمطلوبين للعدالة في مصر وتونس والجزائر والمغرب. كل هؤلاء المرتزقة وشذاذ الآفاق هم العماد الاستراتيجي لهذا النظام. هذا أيضا سبب كافي يدفعني إلى رفض دمج قسد بنظام الجولاني. السبب السادس، وهو أيضا في تقديري سبب مقنع وأخلاقي وثقافي ومبدئي، أنه هذا النظام، نظام الجولاني، يعبث بالذاكرة السورية، بدليل أنه ألغى عيد الشهداء، ضحايا الحرية وضحايا اللامركزية، ضحايا النظام اللامركزي
الذين شنقهم جمال باشا السفاح، جد رجب طيب أردوغان أحد أبرز داعمي نظام الجولاني. شهداء سوريا وشهداء لبنان الذين فقدوا حياتهم دفاعا عن قناعاتهم، عن مواقفهم المبدئية والسياسية والأخلاقية والثقافية بطلب اللامركزية، وبالدفاع عن الهوية العربية واللغة العربية والثقافة العربية في مواجهة التتريك والهمجية والبربرية العثمانية وقت ذاك. هؤلاء الشهداء هم شهداء كل الشعب السوري ومفخرة لكل الشعب السوري، لكن نظام الجولاني ألغى هذا اليوم. كرمة عيني العثماني الجديد وزعيمه المفدى الطوراني الفاشي رجب طيب أردوغان، هذا من جهة أخرى لكي يقنع الإسرائيليين أيضا. يعني حدث يوم 6 أكتوبر وهو النصر الوحيد الذي حققته سوريا على إسرائيل، إذا اعتبرنا ذلك انتصارا، يعني أيضا أزاله من الذاكرة. ويحاول نظام الجولاني مع إزالة هذين اليومين أو هاتين المناسبتين من الذاكرة السورية تلقين الأطفال فتاوى ابن تيمية وابن لادن وابن باز وسيد قطب والكثير من هؤلاء التكفيريين الذين ساهموا أو مهدوا أو دعموا الإرهاب السلفية الجهادية. السبب السابع الذي يدفعني ويلزمني ويجبرني ويقنعني برفض دمج قسد في نظام الجولاني أنه هذا نظام الجولاني أهان نساء الكرد، أهان نساء قسد، وأهان عرب قسد المنتمين على اللي قسد على أنهم خونة ومأجورين كذا، وأهان السريان الموجودين في قسد. وبالتالي إهانة هذه المكونات، يعني نساء قسد وعرب قسد وسريان قسد، قبل سقوط نظام الأسد وبعد سقوط نظام الأسد، في تقديري بالنسبة لي هو سبب مقنع لرفض دمج قسد بنظام الجولاني. السبب الثامن الذي أعتبره وجيها ومعقولا أنه هذا النظام مضروب بخلاط، يعني وحاصل تجميع داعش والقاعدة والبعث الصدامي والبعث الأسدي والطورانية التركية، ومضروب بخلاط طلعتنا هاي الخلطة الغريبة العجيبة المتجانسة في الإجرام والتكفير والإرهاب والمتنوعة المصادر. وبالتالي بالنسبة لي هذا سبب سياسي وثقافي وأخلاقي كافي لكي أرفض هذا النظام شكلا ومضمونا، وأرفض دمج قسد بهذا النظام. سبب آخر وأعتقد أنه سبب وطني ويجعلني أرفض هذا النظام، أنه الديمقراطية لا ترد في خطاباته وفي استراتيجياته وفي سياساته على الإطلاق. في كل خطابات الشيباني والجولاني كلمة الديمقراطية مقتولة، مغيبة، غير واردة. والسلوك أيضا، سلوك هذا النظام لا يعكس على الإطلاق شكل من أشكال أو ملمح من ملامح الديمقراطية في الحوار الوطني، في تشكيل الحكومة، في تشكيل البرلمان، في كل الأمور تعيين بتعيينه من لون واحد واستهداف المكونات، كل هذه التفاصيل وخطاب الكراهية. على الإطلاق هذا النظام بريء من الديمقراطية وبريء من الوطنية براءة الذئب من دم ابن يعقوب. كيف لي أن أقتنع بوطنية وبعدالة وبنجاعة هذا النظام حتى ولو كان نظام انتقالي؟
حتى ولو كان مؤقت. يعني الآن هو يعزز لنفسه حالة التأبيد. هذا أيضا في تقديري سبب كافي ووجيه لكي أرفض دمج قسد بنظام الجولاني. سبب آخر وهو السبب العاشر، وأعتبره يعني معطوفا على الأسباب السابقة الذكر، أنه النظام يدعمه فيصل القاسم وموسى العمر، وسامحوني على التعبير يعني، ونظام يدعمه شراميط السوشيال ميديا والمنايك والعرصات. يعني كيف يعني سأدعمه؟ أنا لا مقام لي بين هؤلاء، بين داعمي هذا النظام. نظام يدعمه فيصل القاسم وموسى العمر وصرامي وشراميط السوشيال ميديا، بكل تأكيد سيكون نظاما فاشيا عنصريا طائفيا بغيضا مريضا وإرهابيا. هذا أيضا سبب من الأسباب التي تجعلني أن أرفض دمج قسد بنظام الجولاني. لو ظهر فيصل القاسم على أيام النبي محمد وأعلن إيمانه بالنبي محمد، سأشك بنبوءة النبي محمد. فيصل القاسم لو ظهر في ذلك الزمن وأعلن إيمانه بنبوءة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، سأشك بهذه النبوة. ليس يعني لأنه فيصل القاسم يعني من أتباعه أو أعلن إيمانه. فيصل القاسم لو ظهر في عهد أو زمن المسيح وكان من الحواري وأعلن إيمانه وثقته بالسيد المسيح، يعني ينبغي عليه مراجعة أن نشك بنبوءة عيسى بن مريم. هيك نماذج فيصل القاسم وموسى العمر وكذا وآخرين على هذه الشاكلة لم يقنعوني لا بأنفسهم وأدائهم ولا بنظام الجولاني حتى أقتنع بأهمية وجدوى دمج قسد بنظام الجولاني. إذن السؤال الذي يطرح نفسه يعني متى يمكن يعني أن نقبل أو نلتمس الأعذار لقسد كي تندمج مع هذا النظام؟ إذا تغير هذا النظام، إذا غير من سلوكياته، وإذا أبطل مفاعيل هذه النقاط العشر، واللي يجي يحكي ويبرر للجولاني ويطبل ويزمر للجولاني يخلي يطلع ويفند هذه النقاط نقطة نقطة بهدوء وكياسة واتزان حقوقي وثقافي وأخلاقي وسياسي. أنا عندي ما في خيار وفقوس، ما عندي يعني إنه مش مشكلة يعني الدروز ليسوا كردا فشو بيساوي فيهم الجولاني. ما علاقتي بالدروز. هنالك البعض يفكر بهذه الذهنية. ما علاقتي بالعلويين. العلويين تركونا على زمن النظام السابق وعلى هذا يعني زمن بشار الأسد وحافظ الأسد، فينبغي أن نتركهم لسكاكين وخناجر وغدر وخسة نظام الجولاني. لا، أنا هذه لن أفعلها، ليس مقامي لا الثقافي ولا الأخلاقي، هذه ليست من شيمي. أنا كنت ضد حزب العمال الكردستاني عندما كان يقمع الكرد، وعندما ما يزال يقمع الكرد، ووقفت وانتقدت الحزب الديمقراطي الكردستاني، ووقفت وانتقدت الاتحاد الوطني الكردستاني، ووقفت وانتقدت الحركة الكردية في سوريا عندما رأيت بأن هنالك إسفاف وظلم للشعب الكردي وللقضية الكردية من هذه التعبيرات السياسية أو الأطراف السياسية الكردية. فهل يعقل أن يعني أغض الطرف عن مظالم
المكون الدرزي أو العلوي في مواجهة نظام الجولاني، لأنه أنا بدي أضبط أموري مع الجولاني كمكون كردي. أنا أرتب أموري. من يبرر أقولها، من يبرر لنظام الجولاني طبقا لهذه الأسباب السالفة الذكر فليبرر لحزب العمال الكردستاني تعامله مع نظام بشار الأسد. أيضا كان يحاول النأي بالكرد وعزل المناطق الكردية وعدم استهدافها من نظام بشار الأسد. إذا لماذا واجه هؤلاء سردية حزب الاتحاد الديمقراطي وحزب العمال الكردستاني وقت ذاك، الآن يحاولون أن يبرروا ويشرعنوا سردية الجولاني والوقوف مع الجولاني والسعي إلى دمج قسد مع نظام الجولاني كيفما اتفق، وأن يبقى نظام الجولاني على ما هو عليه، رافضا الاعتراف بالشعب الكردي في الدستور السوري، رافضا للنظام اللامركزي، رافضا للمطالب والحقوق الكردية المشروعة. هؤلاء ينبغي يعني أن يوضحوا مواقفهم، لماذا كانوا يرفضون ويهاجمون تلك السردية التي هي الآن هي نفسها، بل وأسوأ وأحقر. من يبرر الآن لنظام الجولاني كأنه يبرر لسردية حزب العمال الكردستاني وحزب الاتحاد الديمقراطي عندما كان يتواصل مع نظام بشار الأسد. بشار الأسد كان يقتل السوري، نظام الجولاني يقتل السوري. بشار الأسد كان يستهدف السنة وكل المكونات، الآن نظام الجولاني أيضا يستهدف السنة وكل المكونات. ما تعملوا فيها خيار وفقوس. مسائل الثقافية والأخلاقية ما فيها يعني ما بتمشي بمنطق أنا وأخي على ابن عمي وأنا وابن عمي على الغريب. ما بتزبط هيك، ما بتزبط هيك. وبالتالي هذه هي أسبابي. حتى لو اجتماع دمشق حاليا في هذه اللحظات المنعقد بين قسد، بين مظلوم عبدي وأحمد الشرع، حتى ولو وصل إلى نتائج وتم الإعلان والدمج والكل، أنا على الصعيد الشخصي كسوري وككردي أرفض دمج قسد، ولا علاقة لي بقسد. هذا موقف سياسي وموقف أخلاقي وموقف ثقافي وموقف وطني وموقف ديمقراطي. أرفض دمج قسد في نظام الجولاني، وذكرت أسبابي. خلي يطلع مظلوم عبدي والهام أحمد يقنعوني أنه هذه الأسباب غير حقيقية وغير وجيهة مثلا، أو يطلع نواف خليل، أو يطلع ناس محسوبين على المجلس الوطني الكردي، أو محسوبين على عبد الحكيم بشار، أو محسوبين على إبراهيم برو، أو محسوبين على مين ما كانوا، أو مستقلين يلتمسون الأعذار لنظام الجولاني بأي طريقة كانت. يعني خلي يطلعوا ويقنعوني أنه هذه الأسباب 10 7 منها غير وجيهة وغير منطقية، وأهلا وسهلا. أنا أرتضي بحججهم وبراهينهم الموثقة والدامغة ويعني المقنعة. أكتفي بذلك. دمتم بألف خير.